السلام عليكم. حلقة النهاردة هتبتدي بقصة عن مجموعة كانوا عايشين في العصر الحجري، عايشين في كهوف بيتدفوا على النار اللي مولعينها من شوية قش أو من شوية خشب. مرة واحدة وهم قاعدين لقوا في ضوء كبير جدا جاي عليهم من بعيد، زي ما يكون فجوة زمنية أو شيء ما خرج منه آلة غريبة جدا، آلة شكلها مستطيل واقفة على 4 إطارات مدورة ومفرغة من جوه يقدر يقعد فيها 4 أشخاص. طبعا كانوا خايفين جدا من الآلة دي ومتربصين وخايفين يقربوا منها، ففضلوا متربصين للآلة دي ومستخبيين بعيد مستنيين يشوفوا ايه اللي هيحصل. عدى يوم، التاني، التالت، الآلة ما بتتحركش، لحد ما طلع منهم واحد شجاع وقرر انه يضحي بنفسه ويقرب من الآلة دي. فضل يقرب مفيش تغيير. فتح الآلة، دخل جواها، لقى حاجة مدورة وإيد وزراير قاعد يلعب فيهم. وللأسف مرة واحدة الآلة اتحركت، حصل حالة من الذعر الشديد في القبيلة، وهو بيجري بيها داس حد من أهل القبيلة فمات. ومن هنا بدأوا يفهموا إن دي آلة حرب جاية من المستقبل. أيوة، آلة حرب. وبطريقة أو بأخرى بدأوا يعرفوا الآلة دي مصنوعة من إيه علشان يعملوا زيها. بس قالوا إحنا مش محتاجين مكانين قدام ومكانين ورا، هو مكان واحد بس يقدر يقعد فيه المقاتل اللي هيسوق الآلة دي. عملوا منها كتير جدا وبدأوا يغزوا القبائل اللي حواليهم ويسيطروا عليها ويموتوا أهلها ويفرضوا سيطرتهم على القبائل اللي حواليهم. وبعد فترة طويلة جدا، بعد ما سيطروا على جزء كبير من العالم، حسوا ان الآلة دي كانت سبب في تدمير جزء كبير من البشرية، وكانت سبب في الخراب اللي هم عايشين فيه. فقرروا اعدام كل الآلات اللي كانت معاهم، ورجعوا تاني يتدفوا على النار اللي موجودة من القش او الخشب اللي هم عاملينه. لو ركننا العالم الموازي ده على جنب وجينا في زماننا دلوقتي، السؤال اللي المفروض تسأله لنفسك: هل العربيات في الوقت الحالي هي آلة حرب؟ هل العربيات ما بيركبهاش غير مقاتلين وبس ولا لا؟ والسؤال اللي انت بتسأله لنفسك من اول الفيديو: ايه علاقة كل ده بالتابلت؟ لو سيبنا بقى العالم الموازي والجو اللي فات ده كله ورجعنا للعالم بتاعنا احنا، السؤال: هل العربيات اللي عملها للحرب؟ طب هل هي بتستخدم حاليا للحرب؟ اكيد لا. بس ايه المشكلة؟ المشكلة ان هي وقعت في الوقت الغلط مع الناس الغلط، فبدأوا يجودوا، بدأوا يفتوا، فبدأوا يطلعوا نتائج اصلا ايه؟ غلط. وكانت ايه النتيجة؟ ان هم اعدموا كل العربيات. كان ممكن بدل ما يعدموها يعرفوا طريقة تشغيلها الصحيحة، لكن لا، رجعوا تاني لنقطة الصفر. وهي دي مشكلتنا مع تجربة التابلت بتاع الثانوية العامة. فالسؤال هنا بقى: هل التعليم عن طريق التابلت او التعليم الالكتروني غلط؟ اكيد لا. طب هل التخلص من الطريقة النمطية بتاعت الكتب وافتح يا ابني صفحة 20 واكتب واجب واعمل، هل الطريقة دي لما نتخلص منها ده شيء غلط؟ برضو اكيد لا. امال ليه الهجوم الشديد اللي على تجربة التابلت دي؟ وليه كل مدى بنحس ان التجربة بتثبت فشلها؟ حضرتك لان احنا مش مهيئين اصلا لاستخدامها. احنا عندنا اصلا السيستم في مصر كله ضايع. يعني انت تخيل معايا، حاول تتخيل مثلا ان موظف حكومة قاعد بيبرمج سيرفر. يعني انت متخيل قمة الهزلية اللي في الجملة؟ موظف حكومة ده اللي هو عنده اكونت على الفيس مثلا مسميه فارس الاحلام، قاعد بيعمل سيرفر عشان الطلبه تخش تمتحن عليه. ما لازم السيرفر يقع. عندك المدرس اللي هو في مدارس الحكومه اللي هو عنده 90,000 سنه، اللي هو يوم ما عمل اكونت على اليوتيوب بقى خلاص شغال في مايكروسوفت، هو حاسس انه نجم وقاعد على اليوتيوب. فانت بتكلمه في تعليم على تابلت ويعلم الطلبه على التابلت ازاي؟ انا فاكر ايام ما كنت صغير لما كانوا بيطلعونا معمل الوسائط بتاع المدرسه كل شهر، كانوا بيطلعونا في المعمل ده لما يعملوا احتفال. المعمل ده ما كانش بيتفتح اصلا، في كام كمبيوتر كده مكيحين، مش مشكله. المشكله في ايه بقى؟ ان احنا كنا بنقعد في المعمل ربع ساعه ولا تلت ساعه عقبال ما المدرس يعرف يشغل الاسطوانه في الجهاز، من ضمنهم 5 دقايق مش عارف يحط الاسطوانه اصلا في الجهاز. فهو ده نفس المدرس اللي انت عايزه يتعامل مع طالب هيتعامل على تابلت. كنا ندخل امتحان الكمبيوتر في المدرسه، اقعد يا ابني على الجهاز، افتح الجهاز، افتح الوورد، برافو، روح 10 من 10. هو ده امتحان الكمبيوتر اللي كنا بناخده، وما زال الى حد الان في المدارس الحكوميه نفس النظام، هو ما بيتغيرش. فانت عايز مره واحده تاخدهم من الشعله والنار زي بتوع الكهوف، تديهم عربيات وموتوسيكلات وتقول لهم عيشوا؟ اكيد لا. فالعيب مش في النظام، العيب فينا احنا. نظام التابلت حلو وكل حاجه، بس احنا مش مهيئين ليه. روح اي مؤسسه حكوميه في الدنيا او روح اي شؤون طلبه في الدنيا، هتلاقي مدام عفاف قدامها طبق البتنجان عماله تقور فيه علشان اول ما تروح تحشيه رز والعيال تاكل على طول عشان ما تاكلش الراجل اللي جاي من الشغل متاخر. كل ده وما اتكلمناش عن الطالب اللي هو اصلا غير متزن، اللي هو اصلا بيهرب من المدرسه عشان يروح يقعد في البلاي ستيشن، اللي هو اصلا بيهرب من المذاكره فيقعد على التابلت. فيجي ابوه الغلبان يسحب منه التابلت علشان يخلص مذاكره فيرجع يديله التابلت. رحت انت مخليه له المذاكره على التابلت، فابوه هيسحب منه التابلت لحد ما يخلص مذاكره على التابلت عشان يرجع له التابلت.
فما تعبش على الطالب ده اللي هو قاعد يدور على مليون ثغره عشان يفتح العاب ويفتح حاجات على التابلت. ما هو عنده حق، ما انا لو مكانه هعمل كده برضه. انت الاول مش محببني في المذاكره وجايب لي الحاجه اللي انا بلهو عليها بتقول لي ذاكر عليها. لازم عشان تعمل حاجه زي دي اكون انا مهيئ اصلا نفسيا ان انا افصل ما بين اللهو وما بين المذاكره، ان انا اقدر افصل ما بين وقت الرفاهيه ووقت المذاكره بتاعي. واحنا ما بنعملش كده. نظام التابلت نظام عبقري جدا، نظام حلو جدا، نظام ناجح جدا، بس مش معانا احنا. هل معنى كده ان احنا نرجع نعدم التابلت ونرجع للنظام الورقي تاني ونرجع لنقطه الصفر تاني ونقعد على شعله النار تاني؟ اكيد برضو لا. بس انت محتاج الاول ان المؤسسات الحكوميه بتاعتك او النظام الحكومي بتاعك يكون مهيئ، سواء من مباني، سواء من افراد، سواء طلبه، حاجات كتير. وبرضه هيتعمل دورات تدريبيه للمدرسين، وهتبقى دورات تدريبيه تقرف الكلب اللي هو المدرس رايح يفتح التابلت، بص الزرار ده هتدوس عليه هيجي هنا مش عارف هتعمل ايه يلا روح. اللي هو السوري، احنا من بره على الورق بنعمل حاجات حلوه جدا، انما لو دخلنا على الواقع من جوه هنلاقي الدنيا خراب. ليه؟ عشان احنا بلد الورق. اهم حاجه الحاجه مترتبه على الورق صح. فكره التابلت دي مفكراني بالظبط زي فيلم الليمبي 8 جيجا لما قال له انت تخلف لوحدك، هي تخلف لوحدها، انما انتوا الاثنين ما تخلفوش مع بعض. فهي دي الفكره. قبل ما تفتح فجوه زمنيه وترمي علينا حاجه جايه من مستقبل دول تانية سبقتنا بكتير، خلينا احنا الاول مهيئين للمستقبل ده عشان الحاجه دي لما تجيلنا نعرف نستخدمها صح. بس كده، هي دي كانت وجهه نظري عن الموضوع. يا ريت تعرفني رايك في الكومنتات سواء بتتفق معايا او لا، ولو عندك اي موضوع حابب نتناقش فيه في الحلقات الجايه ما تنساش تسيبولنا في الكومنتات. ولو عجبتك الحلقه ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناه وترجع تشوف الحلقات اللي فاتت وتقول لنا رايك فيها. كان معاكم محمود اشرف، اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.